حاجه في جواز القرايب. اكتريه الناس او اكتريه الشعب المصري يقول لك الجواز القرايب يا عم بلاها منه، هيخنقنا وهيعرفنا. طب ليه؟ تخلي بالكم في نقطه لازم تفهموها كويس. ايه رايكم اللي جواز القرايب 9.9 اللي هو 100%؟ ليه بقى؟ انت اول حاجه داخل بيت من بابه، عارف اللي فيه راجل، عارف اللي فيه راجل هيجيب لك حقك. غير كده وكده، بنت اللي انت هتخطبها دي قريبتك، بنت عمك، بنت خالك، خالتك، بنت خالتك، اي كان، عارف طبعها ايه، عارف ماشيها ايه. طبعا انت اكيد واخد واحده ثقه، مش انت عارف اللي هي ماشيه لا مؤاخذه ماشيه ماشي بطال تروح ومتجوزها، لا طبعا، لا اكيد انت عارفها ودارسها وفاهمها وعارف كل تفاصيلها وعارف كل تحركها. غير لما تيجي تاخد اي بنت من بره، ما تعرفش ماشيها ايه، ما تعرفش ابوها تربيته ايه، او ما تعرفش هو هيتعامل معاك صح بعد الجواز ولا لا. عشان كده انا بقول لك الجواز القريب حلو مش وحش يا جماعه والله، بس في نقطه لازم تفهم وتعرف اللي ابوها كويس ولا لا. اكيد انت عارف عمك ولا خالك، اكيد انت فاهم. والبنت اللي انت هتخطبها دي شوفها طريقها ايه، سكتها ايه. ما تقولش اللي هي بنت شمال وهربتك يا حبيبي يا قلبي هربتك. لو عشان كده بقول لك انت ممكن تتجوز قرايبك، بس انت عارفهم ماشيهم ايه او طبيعتهم ايه. عشان كده جواز القرايب بينفع 100% والله العظيم. احلى مسا عليك يا صاحبي لو فهمت كلامي يعني.